أغرب قصة اتحكت واتقالت عن فيلم مصري مرعب في الثمانينات. سنة 88 نزل فيلم مصري اسمه عادل ينتقم، بطولة عزت العلايلي وإيمان ورجاء الجداوي. فيلم رعب نفسي بيحكي عن دكتور بيعاني من أزمة نفسية بعد فقدان بنته في حادث عربية، فبيأجر فيلا عشان يعيش فيها، وبعدها بتبتدي أحداث غريبة ومخيفة تحصل له، وده هيخليه يدور في تاريخ الفيلا وتاريخ العيلة اللي كانت عايشة فيها. وفي الأول الدكتور كان فاكر إن الأشباح اللي بتظهر له أو اللي بيشوفها أو اللي بيحس بيها هي بنته، بس بعد كده هيعرف إن هو شبح طفل هيطلب منه المساعدة علشان ينتقم من اللي قتله. لغاية هنا والقصة مشيت عادي خالص. الرعب ابتدى لما المخرج ياسين إسماعيل ياسين حب يعمل حاجة مختلف، فقرر يجيب شخص مش ممثل لكن معروف وقتها في الوسط الروحاني اسمه السيد الحسيني الفلكي، وقال له يمثل ويقول اي كلام كانها تعويذه بيستدعي بيها روح جوه الفيلم. لكن اللي اتقال واللي اتعمل ان الحسيني ما كانش بيقول كلام تمثيل، دي كانت تعويذه حقيقيه معروفه وسط الصحراء باسم العزيمه البرهديه. تعويذه تقيله مش اي حد ينطقها، هدفها استحضار الجن وليها قواعد معينه في ترتيب الكلمات وطريقه النطق. بعد عرض الفيلم بدات حكايات غريبه تنتشر. في ناس قالت ان الحسيني بعدها مات بسنين في مكتبه، والشرطه لقت جسمه لونه ازرق وعينه وبقه مفتوحين كانه بيصرخ او شاف حاجه مرعبه. واتقال كمان ان هم لقوا عنده حاجات غريبه، مناديل عليها دم وطلاسم وازايز فيها لبن واقفال عليها كلام غريب وصور مشاهير. تقرير الطب الشرعي ما قدرش يحدد سبب الوفاه، اذا كان مرض او جلطه او تسمم. وفي وقت عرض الفيلم ناس كتير قالت ان هي حست بحاجه غريبه وقت مشهد التعويذه تحديدا، وناس قامت من السينما فجاه، وناس حست بقبضه في صدرها او دوخه. وفي الكواليس اتقال ان حصلت اعطال غير مفهومه في التصوير، كاميرات بتفصل واضواء بتقطع وجو مش مريح. الرقابه وقتها قللت عرض المشهد في بعض النسخ، وفي نسخ تانية حصل كتم للصوت في المشهد. لكن مع كل الكلام اللي اتقال مفيش ولا مصدر رسمي واحد اكد اي حاجه، ولا في تصريح من اللي مثلوا في الفيلم ولا المخرج نفسه ولا حتى النيابه. والموضوع كله اتحول من مجرد مشهد في فيلم لاسطوره مرعبه. السؤال هنا، يا ترى كانت التعويذه حقيقيه؟ ويا ترى موت الحسيني كان بسببها ولا الموضوع كان اكبر من كده؟ ويا ترى كمان الكلام اللي اتقال عنه حقيقي ولا الناس اللي بتحب الرعب بتضخم اي حاجه؟ فعلا محدش عارف.